مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ اليوم بدنا نحكي عن أحداث الحلقة 77 من مسلسل سلمى. أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك تنستمر نقدم لكم كل شي جديد. تبدأ أحداث الحلقة لما تكون ميرنا ورياض بيك عم يتعشوا. ميرنا بتكون عم تحكي له عن سلمى وعن مرضها، كيف إنه ما في حدا غيرها يتبرع له. بتقول له إن بدك إياها تموت، وبتقول له إنه أنا بقدر أعرف المتبرع، بالمقابل بدي محل أقعد فيه وبدي يكون قوي وساوي اللي بدي إياه. هون هو بيوافق وبيقلها كيف لازم تبلش. بمشهد تاني بتكون سالي قاعدة وزعلانة باللحظة اللي بيوصل فيها جلال على البيت، بيكون مبين إنه مانو على بعض. بتصير تناديله باسم باسم بس ما بيرد عليها. بتقوم بتناديله جلال وعم بيطلع فيها بس ما بيرد. بتلحقوا على الغرفة وكل شي بتحكيه بس ما بيرد عليها. ببيت سلمى بيكون هلال عم يدير باله على الولاد. بالوقت اللي بتيجي جولي بتسأله عن أمه، بقوم هو بيطمنها بيقلها أمك كويسة ومرتاحة. جولي بتفوت لعند شادي وبتطمنه. هون بيجي عادل، بيجي بيطمنن عامل ويفرجيهم مقطع فيديو وهي عم تحكيه. هويدا بتكون فايتة على المطبخ لتحضر فطور، ولا بتلاقي هيفا محضرة كل شي. بتقلها لشو عذبتي حالي؟ بتقلها هيفا أنا جاي ساعدك. بتقلها إنه كل شي صار معي إنه نزل ضغطي. وبعدين بيقعدوا الكل وبيفطروا مع نديم. هون باللحظة اللي بيرن فيها موبايل هويدا، ولا بيكون من الشغل وبيكونوا مقلعينه. بيفيق جلال الصبح وبيصبي على مرته سالي وبيعتذر منها إنه مباري هو ما خبرها شي وما كان قدران يحكي أساسا هو مستغرب من ردة فعل نديم وكيف حكاه، وإنه بيحس نديم كأنه ما بيعرف شي، وإنه هو حس إنه في شي ناقص وحاب يتأكد. بتكون الدكتورة وفاء عم تراجع تحاليل سلمى، بتخبرها إنه تحاليلها أبدا مانا كويسة، وإنها كتير مانا متصير حالتها أسوأ. هون هويدا بتقلها إنه أنا عم حاول أتواصل مع ميرنا بس ماني عم بقدر. هون سلمى بتطلب جاكيت من ديما قبل ما يجوا ولادها مشان ما يشوفوا الندبة اللي بدياتها. بهاللحظة بفوتوا ولادها لعندها وبيحضنوها وبيكونوا جايبين لها بسكويت، وهي عم تحاول تحبس الدمعة وعم تطمن عليهم. المشهد كتير حزين. رياض بيك بفوت على البيت، ولا بيلاقي ميرنا بوشه بتكون بكامل أناقتها مزبطة حالها. بتقول له أنا رايحة على غرفتي لأتركك مع ضيوفك. وهي طالعة بتقول له إذا انعجب فيها أو لا. بيقول لها والله لو لساتني شب كنت انغرمت فيك. بترد له أنت لساتك شب. الضيف اللي بيجي لعند رياض بيك بيكون هو مرته لرفيق. بتخبره إنه رفيق معه مرضان وعم يساوي هيك ليخلي قاتل ابنه اللي هو جلال يسمع هالحكي ويطمن. طبعا ميرنا بتكون سمعته لأنها عم تتنصت عليه، وهون رياض بيتلبك. جلال بيرجع بيروح لعند نديم بعد ما يكون خبر مرته إنه طلع هو تلعب رياضة. بيدق الباب ولا بتفتح له ديما. بيسألها بيقول لها هون هويدا. بتقول له والله عمي ومرت عمي ماني طلعوا قطعوا. جلال ما بيصدقها وبيفتل حوالي البيت، ولا بيشوف ولاده على البرندة عم يلعبوا. وهون بيتذكر انه شادي عند المشفى عيط له وقال له بابا. سأله مو انت بابا؟ قيمة رفيقه بيطلع لعنده، بيخبره انه لاقاه لجلال بالوقت يلي بيجي رياض لعند بنته سالي. بيقلها تحضر حالها هي وابنها بده ياخدهم، راح يحكي جلال كمان لياخدهم لمطرح آمن. هون بيعرضه جلال وهو حامل رفش وعم يروح يحفر عند قبر ابنه وبنته سلمى. بتخلص أحداث الحلقة هون. أصدقائي بتكون خلصت حلقتنا اليوم، بتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك لحتى نقدم لكم كل جديد، ودمتم بخير.